اليوم رح أحضر الفطاير الشامية على أصولها وأطيب من المخابز بعجينة هشة وطرية بتنفع لكل أنواع المخبوزات، ورح أقلكن كيف تخبزوها بالطريقة الصح. خلونا نشوف سوا كيف رح أحضرها. كوب ونص من المي الدافية، ملعقتين كبار من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة 11 جرام. إذا الخميرة تبعكن قديمة وبدكن تتأكدوا من فعاليتها بتغطوها 5 دقايق لتتفاعل معكم، بعدين بتكملوا. هلأ رح ضيف ربع كوب من زيت الزيتون أو النباتي، نص ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين كبار من اللبن الزبادي، بيعطيها طراوة كتير طيبة. وهلأ بحركن. بعدين رح أضيف الطحين 4 أكواب طحين، رح أضيفهم دفعتين مشان تسهل علي العجن. أول دفعة بحركها، بعدين بضيف الدفعة التانية وبلش بعجنها. كل ما عجناها صح كل ما أحسن. من 5 ل10 دقايق بنعجنها لحتى تصير طرية، بعدين بشوية زيت ومنغطيها من 45 دقيقة لساعة ليتضاعف حجمها. عندي هون جبنة حلوم بحبة البركة، فيكن تستخدموا عكاوي. رح أضيف لها 50 جرام من القشقوان إذا متواجد، وربع كوب من الموزاريلا تقريبا 50 جرام، وشوية بقدونس، ورشة من الملح بتعطيها طعمة كتير طيبة. هلأ رح أضيف حبتين من البيض، هيدا سر المخابز اللي بيعطيها الطعمة الطيبة. بس اللي عنده حساسية من البيض فيه يستبدلها ملعقتين جبنة كريمية، بس بالبيض صدقوني رح تطلع طعمتها أطيب بكتير، وأبدا ما بيطلع ريحة أو زنخة للبيض. هيك الحشوة صارت عندي جاهزة، تقريبا الحشوة كلها 300 جرام. هلأ عندي العجينة أخدت 45 دقيقة، مثل ما شايفين قطنية طرية بتساعدكم بالتشكيل بسرعة. هلأ منقطعها تقريبا عملت لي 14 قرص، مثل انتو تقريبا بالعين تاخدوا الحجم مثل ما شايفين، بس منتنيها لجوا وبتتقرص عنا بكل سهولة. بعد ما منقرصهم منريحهم 5 ل10 دقايق، منحط لها رشة طحين ونفتحها بإيدنا بشكل دائري، بعدين بالشوبك بشكل طولي، لأنه نحنا ما بدنا إياها دائرية، بدنا إياها مطاولة. لازم نفردها رقيقة. بعدين منحطها على جنب، منرش رشة صغيرة من الطحين لحتى نفرد اللي بعدها ونحطها فوقها. هون الفرن منشغله من تحت، نحنا منبلش رق العجين مشان يحمى أقل شي ربع ساعة. كل ما كان الفرن حامي كل ما طلعت عنا طرية وتاخد لون بسرعة. هاي فردتهم. هلأ رح بلش أحشي بالجبنة. طبعا البيض بيساعدنا بالحشي بكل سهولة. نترك الأطراف شوي فاضية مثل ما شايفين، بعدين بتني الأطراف بهاي الطريقة، وفورا بحطها بالصينية تبع الخبز. رح أحشي معكم وحدة تانية بنفس الطريقة. طبعا تسكيرتها وتشكيلتها كلها ما رح تاخد أكتر من 10 دقايق لربع ساعة. وهلأ بعد ما خلصت أول كمية لازم ندخلهم فورا على الفرن مشان ما تروح حماوته من فوق ومن تحت. من 9 ل10 دقايق بياخدوا هيدا اللون اللي انتو شايفينه، وبتستوي بنفس الوقت بتضل طرية. فورا بندهنهم بشوية زيت لياخدوا اللمعة. طبعا ريحتهم ما بدي قلكن. هاي الطريقة الصح لخبزهم، مثل ما شايفين اللون والطراوة بنفس الوقت عم بتقرمش. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وألف صحة وعافية.